السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. معانا دكر بط 6 كيلو، هننضفه كويس ونغسله أي كله بعمله بالملح عشان خاطر يضيع لي أي زفارة، وكمان لو في ريش صغير الملح لما بتدعكيه كده بيطلعه. بس الحمد لله هو منه دكر كبير حجما فما كانش فيه جذور ريش الحمد لله. وادي بعد كده حطيته في الفريزر فرسته لغايه ما جمد معايا بس، وطلعته بالشكل ده عشان الدكر قلنا سمين. فلو الدكر جبتي سمين بالشكل ده تحطيه في الفريزر، وبعد كده تطلعيه تقطعيه بالراحه، لان كل ما الدهن بيجمد ما بيسحش في ايدك وبيتقطع معاكي بسهوله. بنبدا بالرقبه بالظبط كده، ما بنزلش على اخر الرقبه عشان خاطر انا عايزه الصدر يبقى فيه جلد، ما يبقاش مخلي من الجلد كمان. بعد كده بقطعه من الظهريه بالطريقه دي كده، تكون سكينه حاميه ويكون ليها سن حامي برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدي وحبيبي محمد عليه افضل الصلاه وتم السلام. صلوا على سيد الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وتم السلام. بعد كده بحدد مكان الورك وبقطعه بالشكل ده كده. هنا انا جرت شويه على الصدر عشان خاطر السكينه فلتت مني. بعد كده اهو قطعت الورك بالشكل ده، شايفين كم الدهون. لو الدهن ده بتقطعيه وهو مش متفرز او مش محطوط في الفريزر وقت كافي، هتلاقيه سح في ايدك ومش هتعرفي تعملي فيه اي حاجه. بنقطع الورك التاني اهو برضو بالطريقه دي. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هنا هنبتدي نقطع الكتف بحاجة بسيطة من الصدر ده طبعا كبير، فأنا خدت جزء منه مع الكتف عشان خاطر يبقى في الكتف ما يبقاش عظم بس، عشان هنشوف مع بعض احنا هنعمله ازاي ان شاء الله في فيديو غير ده. يعني الفيديو ده يا جماعة له بقية، ازاي اسوي الذكر وازاي اخليه، بعد ما خليته كده ازاي اسويه على كام جزء كده. بنخلي اهو بحرف السكينة الصدر جنب الصدر كده، ما بخليش فيه لحمة خالص. عظمة الصدر قسمتها 2، وبعد كده بخليها بالطريقة دي. طبعا انا قلت لكم انا ما بحبش ان انا اجيب حد يخلي لي اي حاجة، انا بجيبها واخليها في البيت عشان اضمن اول حاجة ان اللحم نفسه ما يكونش شارب من الدم بتاع الحاجة، لان هم بره برضو مش يعني على عامة بينقعوا في ميه مش بتبقى نظيفه، بتلاقي طعم الحاجه زفره نوعا ما. فانا بعملها عندي في البيت افضل لي، وما هقدرش من اي لحم، قطعه لحم في اي عظمه. قطعنا بالشكل كده ادي الكتف. وهو عشان صغير في السن العظم بيتقطع بكل سهولة وسهل انه يتكسر. دايما لما تجيبي ذكر بط تجيبيه شمرت، بتعرفيه ازاي؟ بيكون الضافر بتاعه مش كبير قوي، تلاقيه الضافر يعني رفيع وصغير، مش كبير، وتحسيه ان هو الحجم بتاعه كبير، وكمان لونه غامق جدا. وطبعا وشه بيبقى بيلمع وريشه كمان، ده بيبقى ذكر ما شاء الله لا مريض ولا اي حاجه. شايفين كده ما شاء الله. ادي الصدر معانا اهو، بقى هنخليه كله عشان نعمله فيليه مع بعض باذن الله في الفيديو اللي بعد ده. هيكون فيليه احسن من المطاعم نفسها. طبعا هنا انا ايدي اتعورت وما خدتش بالي، صبعي جاب بس كده دم، لان انا عايزه اخلص، فمش مشكله عندي بقى يعني ما بتفرقش معايا ان انا اتعورت. متحمسه يعني متحمسه زياده عن اللزوم. شايفين ما شاء الله داخلي بالشكل ده كده. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم. ما تنسيش لايك وشير وتدعموني يا جماعه، نفسي قناتي تعلى بجد. ربنا يبارك فيكم، في كل اللي بيشاهدني يبارك في عمره يا رب ويخليكوا ليا. ومهما يكون
القناة دي مش هتنجح إلا بيكم بإذن الله، بدعمكم ليا. على فكرة وزن الصدر ده كان كيلو بالظبط بالعظم طبعا، ما شاء الله. ربنا يبارك في اللي ربته ويخليها دايما وتربي يا رب، ويبارك لها في تربيتها كلها. ما شاء الله عليه، جميل جدا، ست محترمة، ربنا يبارك في عمرها يا رب. هتقولوا لي ده طالع منه دهن كتير، انا واخداه وعارفه ان وزنه كبير هيطلع منه دهن كتير. كل ما بنكبر في الوزن كل ما بيكون الدهن اكتر. طبعا ده 6 كيلو، لو جبت الذكر البط اصغر من كده بيبقى الدهن بسيط. وادي قطعه الستريبس اهي، فيليه البط اللي هي بتطلع، شوفوا تطلع ازاي قطعه واحده عشان خاطر مفرزاها. ومعايا اللحم البط ما بيبقاش مفرول ولا، شوفوا بكل سهوله ازاي بقطعها بايدي الستريبس وبتطلع سليمه معايا. لو دي مش متفرز هتلاقي اللحم بيتقطع معاكي في السكينه، والسكينه مش بتمشي بكل سهوله فيه برضه. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. صلوا وسلموا على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بلغنا منه سلاما، وارزقنا رؤيته يقظة ومناما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت الغفار، اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. طول ما أنا في المطبخ يا جماعة وبعمل أي حاجة لازم أتنيني بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله ما ببطل ذكر الله. عشان كده بشارككم معايا تسبيحي وذكري واستغفاري طول ما أنا بشتغل. رخر الحمد لله الحمد لله. الذكر على الأكل بيغير طعمه، بيخلي طعمه جميل جدا. ما شاء الله. ادي الكتف اهو، خلينا الدهن القطعه اللي انا قطعتها دي كلها عباره عن دهن بين اللحم وبين الجلد. فانا ما بشيلش الجلد، انا بخلي الدهن من بين اللحم والجلد. طبعا دي الخلفيه بتاعه البط، الذكر البط مش محتاجينها، بنقطعها برضو وهنشوف مع بعض. ادي الورك ما شاء الله، خلينا كل الدهن اللي فيه، وادي العظم سليم، وادي كل قطعه في ذكر البط هنستفيد منها وهنعملها مع بعض. ما شاء الله. ادي الورك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معانا مية كتير هي بتغلي، ونزلت فيها بالكتفين، وطبعا جميع العظم اللي طلع معايا. بعد أول ما الشوربة بتهدى من الغليان برجع تاني أنزل بعد ما تغلي ببقية الحوايج، علشان خاطر ما تريمش معايا، والشوربة تكون طعمها وريحتها وشكلها حلو جدا. بالشكل ده نزلت بقية الرقبة والحوايج كلها واسيبها تغلي وتستوي. ما شاء الله. شايفين الشوربة فاتحة ازاي من اول ما سقطت على طول فيها الحوايج والحاجة. بعد كده بنزل ببصلة وبسيبها تغلي. بعدين بعد ابتدت تدخل في السوى، انزل عليها بملح وفلفل وفص 3 فصوص ثوم متخرطين وكمون. بعد كده بتغلي بقى. ما شاء الله الشوربه معانا استوت اهيت، الكتفين استووا واللحمه بتاعت البط. ما شاء الله. شايفين الشوربه طعمها وريحتها تحفه جميله جدا. ما شاء الله جميلة. طبعا احنا دلوقتي يا حبايب قلبي عملنا الشوربة عشان عايزين شوربة، يبقى احنا عملنا بالكتفين شوربة وخدنا شوربة جميلة. هنعمل منها الملوخية، وممكن نعمل منها اي اكلة انت عايزاها، رقاق، كسكسي، طبيخ، اي حاجة. ما شاء الله شوربتها جميلة. هنيجي بعد كده هناخد راس ثوم كبيرة ونص بصلاية ومعلقة وقطعة زبدة حوالي 100 جرام، وبننزل عليها بنضرب بالخرط الثوم، وبننزل على الزبده على طول بعد ما تكون سخنت بالشكل ده. في الاول بعلي على النار على الثوم لغايه ما يغلي معانا، وبعدين بوطيه علشان ما يتحمرش بسرعه، لغايه ما اضرب الملوخيه في الكبه. ده لو هضربها في الكبه. لو خرطت على ايدي طبعا الثوم بيبقى بعد ما تتخرط وتتسقط في الشوربه.
بعد كده بحط البصلايه، نص البصلايه وشويه توم نيين باقيين يعني من راس توم، وبعد كده بضربها مع الملوخيه بالشكل ده كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا عشان اللي تمشي مع الكبة بحط لها نص مغرفة شوربة بالشكل كده. ضربت الملوخية ما شاء الله جميلة وناعمة، نبتدي ننزل بيها على الشوربة وهي بتغلي. طبعا بكون نقصت الشوربة من على قدها، مش كل شوربة البط. الشوربة كانت في حلة كبيرة فاخدت شوربة كتير واخدت جزء بسيط للملوخية، وهي ما شاء الله جميلة. وادي التوم معانا احمر اهوت ما شاء الله. ان شاء الله احنا عملنا كده، دي اول حاجة هنعملها من البط. فاضل للفيديو ده بقية ان شاء الله. استنوني نعمل كمان حاجة منه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد ان شاء الله من هذا الاكل الطيب.